في يوم من الأيام كان هناك ولد يدعى أحمد. كان لا يستطيع فهم الدروس في المدرسة، وكان معلمه دائما يقول له: انت مش هتفلح في حاجة، انت هتفضل طول عمرك غبي، ولو نجحت يبقى تعال العب على قبر سيجا 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 سيجا. ظلت تلك الكلمات تراود أحمد في عقله، ولكن أحمد لم يستسلم لقول معلمه، بل ظل يذاكر ويذاكر حتى يثبت لمعلمه وللمجتمع جميعا أنه لن يصبح فاشلا. وبعد أن مرت السنين، وفي إحدى الليالي عاد المعلم من المدرسة وكان متعبا جدا. نقل إلى المستشفى سريعا، وبعد الكشف عليه قال له الدكتور: احنا اسفين قوي، انت محتاج عملية كبيرة، والعملية دي محتاجة دكتور شاطر قوي. دخل المعلم إلى غرفة العمليات لكي يجرى له هذه العملية، وبعد أن فاق من البنج شاهد مشهد غريب. نعم يا سادة، إنه أحمد. اندهش المعلم كثيرا، وكاد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة من الدهشة، ولكن توفي المعلم قبل أن يلفظ حرفا واحدا، لأن المعلم أحمد شال فيشة الأكسجين وحط بدلها الشاحن بتاعه عشان يشحن تليفونه عشان يسمع أغانيه المفضلة. أيوة صحيح، أحمد كان شغال عامل نظافة في المستشفى. أمال يعني كنت فاكرينه حيكون الدكتور؟ شيخ الموسيقى المفضلة.